الشرع لما حط ضوابط وحدود بين التعامل بين الراجل والمرأة، ما كانش الهدف منه حفظ الفروج بس كان كمان الهدف منه حفظ النفوس. لما انت تقعد في الشغل 8 او 9 ساعات مع زميلتك تخلص فيهم كل الكلام اللي في الدنيا، فترجع البيت ساكت ومش طايق حد يكلمك كلمة واحدة. لما تتخيلي ان ايمن زميلك لو كان جوزك كان زرع لك الشقة ورد تبقي هبلة، تفتكري ما زرعش ليه لمراته؟ ولا علشان هم زارعين برتقان وموز؟ لما شيماء تقول لك لو كنت جوزي كنت عملت لك فطار 5 مرات، وهي اصلا سايبه جوزها من غير فطار ومن غير عشاء. ما يقول لك شايف حزن في عينيك وعينين مراته ورمه من اخر علقه خدتها، وهي بتحل لك مشاكلك مع مراتك وتقول لك ازاي الست دي تحتوي جوزها، وهي وجوزها كل خميس في محكمة الأسرة. يا جماعة دي فتنة، وفتنة كبيرة كمان، فتنة ان في كل طرف بيظهر للتاني احسن ما فيه فينكد عليه ويغضب على رزقه وشريك حياته. الانسان خلق ضعيفا، وطبيعي الشخص اللي انت تقضي معاه يومك كله بره لو ما كنتش محافظ على نفسك وقلبك ممكن تقع غصب عنك. اقول واكرر، خيركم خيركم لأهل بيته اللي بيشوفوا منه كل جوانبه السيئة والحسنة وصابرين عليه، مش لزميلتك اللي بتقول لك انت ازاي كده بس كده.